عمرك حسيت ان انت واقف قدام مشكلة ومش عارف تبدأ منين، او لغز بسيط مجننك ومش عارف تحله؟ تعالوا نشوف فزورتين ونفكر لهم في حل. الفزورة الاولى، عندنا ال9 نقط دول عايزين نوصلهم ببعض بخطوط لازم تكون مستقيمة، القلم يفضل على الورقة وما ينفعش تعيد على نفس الخط مرتين. فكر فيها كده ودور لها على حل. الفزورة التانية، عندنا 3 أباريق، ال3 دول السعة بتاعتهم 1.8، التاني 5، التالت 3 لتر. في البداية الأباريق فيها 8 لتر في ال8 لتر، 0 و0 في ال5 لتر وال3 لتر. الهدف ان احنا نوصل في الاخر لانه ال8 لتر يبقى فيه 4 لتر، ال5 لتر فيه 4 لتر، وال3 لتر فيه 0. دول لغزين او خلينا نقول مشكلتين قبلونا. يا ترى تعرف تحلهم؟ اعمل بوز وجرب دور على الحل. الاجابات هتكون في اخر الفيديو، ولو انت عارفهم وعرفت الحل ممكن تكمل الفيديو. النهارده في قهوة المندوبين هنتكلم وندردش ونعرف اكتر عن المشاكل ومهارات حل المشكلة او البروبلم سولفينج سكيلز وخطواتها، وازاي يكون عندنا العقلية اللي تساعدنا في حل المشكلات. اهلا وسهلا بيكم، معاكم ريمون ابراهام وحلقة جديدة من قهوة المندوبين. هات كوباية الشاي او كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا ندردش. في حياتنا اليومية كلنا بنواجه تحديات بنسميها مشاكل، ممكن تكون حاجة بسيطة بس مؤثرة عليك، او حاجة اكبر شوية في الدراسة او في الشغل. طب نتعرف ايه هي المشكلة. المشكلة هي اي موقف او تحدي بيواجهنا وبيحتاج لحل علشان نقدر نكمل حياتنا بشكل طبيعي. ببساطة هي فجوة بين الوضع الحالي وبين الوضع اللي انت عايزه، وانت محتاج توصل من هنا لهنا. يعني مثلا صحيت الصبح لقيت المفتاح، نزلت دور العربية مش شغالة، مشكلة. رحت العميل، دخلت بتتكلم معاه، العميل طردك، مشكلة. طب دلوقتي بقى ايه حل المشكلات اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ حل المشكلات ببساطة هو عملية التفكير والخطوات اللي بنعملها علشان نتغلب على العائق ده ونوصل للحل. الهدف مش انك مجرد تلاقي اي حل وخلاص، الهدف انك تلاقي الحل الاحسن والاكثر فاعلية للمشكلة اللي قدامك دي خصوصا. لكن بالمناسبة حل المشكلات مش بس عملية عقلية منطقية، حل المشكلات فيه جزء نفسي او عاطفي. علماء النفس بيقولوا انه تفكيرنا وطريقة نظرنا للمشكلة، ازاي بنشوفها، بتأثر بشكل كبير جدا على قدرتنا ان احنا نعرف نحلها. في ناس اول ما بتقابل المشكلة بتحس بخوف واحباط، مش عارفين يعملوا ايه، وبيحسوا ان الدنيا وقفت خلاص، وده بيخليهم مش عارفين يفكروا كويس. وناس تانية بتشوف المشكلة كتحدي وهتعدي ويتعلموا ويكملوا الطريق. دلوقتي خلينا نعرف اكتر ازاي دماغنا بيشتغل واحنا بنفكر في حل المشكلة. غالبا هتلاقي دماغك بيشتغل ببروجرام من الاربعة دول. البروجرام الاولاني هو ترايل اند ايرور او التجربة والخطأ. دي يمكن اقدم وابسط طريقة في حل المشاكل. بنفضل نجرب حلول عشوائية، نفع الحل ده تمام، ما ينفعش يجرب غيره، نفع اللي بعده خير وبركه، ما ينفعش يجرب غيره، وهكذا لحد ما حل يجيب المشكله ويخلصها. اشهر مثل كلنا شفناه واكيد مرينا بيه، الطفل الصغير لما يبقى عايز يركب مكعبات باشكال مختلفه فبيفضل يجرب باي تراي اند ايرور، يحط ده لا ما يجيش، يحط ده لا ما يجيش، يحط ده لا ما يجيش، لحد ما واحد يركب. الطريقه دي بطيئه وبتحتاج وقت ومجهود، لكنها بتنفع لما ما يكونش عندنا معلومات كافيه او ان المشكله تكون بسيطه. البرنامج الثاني هو لحظه انا فهمت او بيسموها الانسايت. دي اللحظه السحريه اللي بتلاقي تحس ان دماغك نورت وهوب الحل دخل فيها. طبعا دي ما بتجيش كده، دي بتبقى نتيجه تفكير طويل خد وقت كتير وابحاث وتجارب ونعمل ونفكر، زي نيوتن لما وقعت على دماغه التفاحه وعرف وقتها قانون الجاذبيه، او ارشميدس لما اكتشف قانون الطفو فجاه صرخ وجدتها. ثالث برنامج هو التفكير المنطقي او الثينكينج الجوريزمز. دي طريقه منظمه جدا لحل المشاكل، بتعتمد على اتباع خطوات معينه بطريقه معينه ومنطقيه للوصول للحل، زي حل مسائل الرياضيات او زي كتابه كود برمجي. دي بتبقى طريقه مضمونه للوصول للحل بشرط ان احنا نبقى عارفين الخطوات. رابع برنامج هو الهيورستكس او الحيل الذهني. دي ببساطه عبارة عن اختصارات او قواعد عامة، شورت كاتس، العقل بيستخدمها علشان يبسط عملية حل المشكلات واتخاذ القرارات.
لكنها مش مضمونة بنسبة 100%. لو المشكلة دي قابلتني قبل كده فالعقل بيبقى خزنها، اول ما بتيجي مشكلة شبهها هوب طلع حل المشكلة خلاص. تنفع في احيان كتيرة جدا لو نفس المشكلة. الحيل الذهنية او البروجرام ده بيسهل عليك كتير، بيوفر عليك وقت ومجهود، ولكنها ممكن تؤدي لاخطاء. خلينا اديكم مثال. عندنا كورة ومضرب ثمنهم الاثنين $1.10. سعر المضرب اكتر من سعر الكورة $1، يبقى كام الاسعار؟ فكر ورد عليا. غالبا دلوقتي انت قلت في دماغك ايه السؤال السهل ده؟ طبعا المضرب $1 والكوره ب10 سنت. بس انت لو رجعت دماغك شويه هتلاقي ان الحسبه دي معناها انه المضرب اكتر من الكوره ب90 سنت مش $1، لان انت هتطرح دولار ناقص 10 يطلع 90. الاجابه الصح هي انه المضرب $1.05 سنت والكوره ب5 سنت. فلما تطرح $1.05 سنت ناقص 5 سنت يطلع لك $1. مخك فكر بسرعه وجاوب. دي الخطوره بتاعه الهيورستكس. طب يا ترى ايه الخطوات بتاعه حل المشكلات؟ اول خطوه عشان تعرف تحل مشكله هي الاعتراف بوجود مشكله. في كتير جدا من الاوقات احنا ما بنعترفش بوجود مشكله، بنتجاهلها، وده بيأخر الحل كتير. الخطوه الثانيه define the problem. اعرف المشكلة وفهمها صح. مش اي حاجة تبان المشكلة هي المشكلة الحقيقية. لازم تحدد ايه هي المشكلة بالظبط، ايه اعراضها، ايه تأثيرها. اسأل نفسك هو ايه اللي بيحصل، هو ايه اللي مش طبيعي، ليه ده حصل. اعرف المشكلة فين. احنا كتير جدا من الاوقات بنضيع وقتنا في حل اعراض المشكلة، فلازم تحدد المشكلة بوضوح. ثالث خطوة ايه الاسباب اللي ادت للمشكلة. لما اعرف الاسباب اعرف الحل. العربية عطلت عشان البطارية بايظة، فبالتالي هغير البطارية. بعد ما عرفت المشكلة ابدأ غوط بقى، اعرف ايه الاسباب اللي ادت للمشكلة دي. اسأل ليه كذا مرة. ليه ده حصل؟ طب ليه ده حصل؟ طب ليه ده حصل؟ في قاعدة بيسموها 5 واي عشان تقدر تجيب الروت كوز بتاع المشكلة. هنا هي دي سبب المشكلة الرئيسي، وهي دي المشكلة البوينت اللي انت محتاج تدور لها على حل. عرفت المشكلة، عرفت اسبابها، ابدأ بقى جنريت سوليوشن. ابدأ اقترح حلول. مش مهم حلوة وحشة، المهم ابدأ في اقتراح حلول كتير. ممكن الحلول دي في الاول تحس انها غريبة، هو ايه الحل ده؟ ما ينفعش. مش مهم، جهزه حطه. ممكن تستخدم البرين ستورمنج او العصف الذهني، اللي هو تقعدوا وبتفكروا وكل واحد بيقول حل من وجهة نظره. حل غريب، حل فاشل، حل اتجرب قبل كده وما نجحش، مش مشكلة. اكتب كل الحلول الممكنة ايا كان مين اللي قالها. خامس خطوة هي تقييم الحلول. تبدأ تقيم كل حل، بس المهم ما تقيمش بناء على احساسك او رغباتك او انا بحب فلان اللي قال الحل ولا ما بحبوش. قيم على معايير واضحة. هل هو عملي؟ طب ايه مميزاته؟ طب ايه عيوبه؟ ايه الموارد اللي هنحتاجها فيه؟ طب هينفع يتطبق ولا لا؟ ايه المخاطر المحتملة؟ كل الحاجات دي ابدأ امشيها في حل. لو في ناس معاك خد رأي الناس، ممكن يوضحوا لك نقطة ما كانتش في بالك. اخر خطوة من خطوات حل المشكلات هي التطبيق والمتابعة. عرفنا الحل وشوفنا ان ده افضل حل ممكن ننفذه. ابدأ نفذه. ابدأ بعملية التطبيق on ground وابدأ شوف النتائج. هل النتائج تمام؟ حلو، congratulations انت حليت المشكلة. طيب الحل كان نص نص، مش مشكلة، عندنا كذا حل اوريدي. نبدأ نشوف تاني ايه الحل المناسب تاني. طب ازاي نقدر نبني عقلية تساعدنا في حل المشاكل؟ هقول لك على 10 خطوات هيساعدوك تحسن عقليتك. اول خطوة اهدى علشان تعرف تفكر صح. لما تتوتر مخك ما بيعرفش يشتغل كويس، بيهنج. خد نفس، اهدى وابدأ فكر بتحليل وبنقد. يعني مش فاهم ايه. اسأل دايما نفسك ليه. طب ازاي؟ غوط جوه المشكلة، اتعمق جواها. اسأل ليه، ازاي، افهم. ابدأ اعمل تحليل لكل حاجة على قد ما تقدر. كل ما تفهم ابعاد المشكلة كل ما تقدر تحلها صح او احسن. مهم جدا ثالث خطوة انك تكتب الحلول والافكار اللي بتيجي في بالك. ما تعتمدش على مخك او ذاكرتك، لانه كلنا مخنا وذاكرتنا بتدخلنا. رابع حاجة خليك دايما قابل للتعلم مهما كان سنك ومهما كانت خبرتك. اتعلم من اللي بيحصل سواء ليك او لغيرك. خامس حاجة خليك مبدع.
فكر تجرب بطرق مختلفة، فكر خارج الصندوق، بص من وجهات نظر مختلفة. سادس حاجة، خلي عندك فضول. اسأل نفسك دايما هو ده ليه حصل او ليه بيحصل، ليه احنا وقعنا في المشكلة دي. ممكن تتعلم انك تتفادى المشكلة من قبلها. ده كمان بيساعدك انك تكتشف حاجات جديدة وتعرف حاجات ما كانتش في ذهنك. سابع حاجة، خليك مرن. مش دايما الخطة اللي رسمتها هتمشي، ومش دايما الحل اللي لقيته هو احسن حل. لو احتاجت تغيير الخطة او الحل غير، مش مشكلة، المهم توصل وتنجح. 8، ما تخافش تغلط. اغلط، الغلط جزء من التعلم، الغلط جزء من ان انت تتطور، المهم ما ترجعش تغلط نفس الغلطة تاني. 9، اطلب المساعدة. مش عارف، مش مشكلة، اسأل حد عنده الخبرة ان هو يساعدك. ما تتكسفش وما تحسش ان انت بتقلل من نفسك، اسأل عشان تتعلم. اخر حاجة، ما تستسلمش. مهما كانت المشكلة صعبة ومهما حاسس ان الموضوع مش ماشي زي ما انت متوقع، ما تستسلمش. جرب مرة واثنين وثلاثة، اسأل، اسمع، اغلط، المهم توصل. دلوقتي الفقرة اللي كلنا مستنيينها، تعالوا نشوف حل الأسئلة أو اللغز اللي قلناه في أول الحلقة. السؤال الأولاني، شايفين هو خرج بره ال9 نقط، عشان كده حل السؤال. كلنا كنا بنفكر ازاي نوصل ال9 نقط دول ببعض، مع ان هو لما فكر بره خالص 9 نقط. دايما بص من وجهة نظر مختلفة، فكر خارج الصندوق. اللغز التاني، الخلاصة، مهارة حل المشكلات مش مجرد رفاهية، دي ضرورة أساسية في حياتنا اليومية الشخصية والمهنية. كل ما تكون عندك القدرة دي، كل ما هتقدر تتغلب على التحديات وتحقق أهدافك بسهولة أكبر وتختلف عن اللي حواليك. الموضوع مش هيجي في يوم وليلة، الموضوع محتاج تدريب وممارسة، بس صدقني النتيجة تستاهل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد. ممكن تشير الحلقة مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ولو تحبوا تعرفوا أكتر ممكن تنزلوا تبصوا بصة على المصادر. ابدأوا جربوا البروبلم سولفينج سكيل. ابدأ جرب إنك تحل مشكلات حتى لو تبان بسيطة، بس حلها بكذا طريقة، وخلي مخك مستعد إن هو يفكر بره الصندوق. واكتبوا لنا في التعليقات عن رأيكم والنتائج اللي حققتوها والمشاكل اللي حلتوها، وتحبوا نتكلم على إيه في الحلقات اللي جاية. شكرا.